بتحكي صاحبة القصة وبتقول: قالي ما تقوليش كلمة بابا تاني، ناديني باسمي بس. قلتله ازاي؟ انا متعودة اناديك بابا، ده حماية متجوزة ابنه لمدة 12 سنة. لما كان عمري 18 سنة بس كان حماية ده بيعاملني زي بنته بالظبط، لكن بعد فترة بقى حد تاني خالص، بقى بيعمل تصرفات وحركات ما ينفعش حد يعملها مع مرات ابنه. ولما قلتله انت بتعمل كده ليه، هو انت واعي وفاهم اللي بتعمله؟ قالي انا من زمان نفسي اعمل الحاجات دي بس ما كانش وقتها. المهم انا صدمني بكلامه ومعرفتش اتصرف ولا اقول اي حاجة. قلتله انت عارف تعمل ايه؟ انسى الكلام ده كله وانا كمان هنساه ولا كأنك قلتلي حاجة، بس لو اتكرر الموضوع ده تاني أنا هبلغ ابنك ومراتك. ضحك بسخرية وقالي ومين هيصدقك؟ أنا وراكي وراكي لحد ما أوصل اللي أنا عايزه، ومفيش مخلوق هيصدقك. أنا قلت مع نفسي بلاش، خلاص ما عنتش هدخل بيته تاني، وفعلا حرمت أدخل بيته. بس ده يعني خلى جوزي كل شوية يعمل معايا مشكلة ويقول لي انتي ما بتحبيش اهلي، انتي ما بتروحي لهمش، انتي ما بتزوريش امي، وحاجات كتير من دي. وانا بصراحة كنت بسكت عشان مش عارفة اقوله ايه. عمري ما قدرت او اتجرأت اقول حاجة. جت في بالي فكرة اني اروح عند مراته اللي هي حماتي، قلت هي ستي زيي وهتفهم مني. رحت لها وحكيت لها الحكاية من أولها لآخرها. هي سمعت الكلام من هنا وتحولت لوحدة تانية خالص، بقت بتكرهني وغيرة النسوان يعني. أنا قلت هي ممكن هتلاقي حل أو حاجة من دي. ما كانش قصدي خالص إني أضايقها ولا زعلها. عملت معايا مشاكل كتير وقعدت تزن على ابنها لحد ما طلقني، وخدت عيالي ومش عارفة أروح بيهم فين. كنت عايزة أنساهم وابتدي حياة جديدة بس مش عارفة أبتدي منين. أبويا متوفي وأمي متجوزة واحد تاني. رحت عند أختي وبت معاها ليلة واحدة، كان جوزها يبصلنا بطريقة وحشة جدا ومش طايقنا خالص نقعد عنده. عدت عليا الليلة كأنها سنة كاملة، والصبح أخدت بعضي ونزلت أنا وعيالي من عندها. قعدت أدور أروح فين، وافتكرت واحدة بنت جيراننا كانت صاحبتي زمان، وهي كانت اتجوزت واتطلقت وهي معروف عليها طيبة. بس هي بصراحة لما اتطلقت خدت سكة تانية خالص وبقت بتشتغل شغلانة يعني ما ترضيش ربنا. بس أنا ربنا اللي عالم بيا كنت مضطرة أروح لها بعد ما كل البيبان اتقفلت في وشي. وبصراحة استقبلتني وفرحت بيا، وأول ما ارتحت عندها يومين كده وبعدين حكيت لها كل حاجة. وبعدين معرفش حماية عرف ازاي اني عندها عشان هي معروفة انه سمعتها مش كويسة. اتصل بيا وقال لي إنه هياخد مني العيال وهيخلي جوزي يعني ياخدهم وما شوفهمش تاني. كبر الموضوع وجوزي عرف وفعلا خد مني العيال. كنت هتجنن ساعتها. قالت لي بصي ولا تعيطي ولا حاجة، أنا هجيبهولك لحد عندك وهيجيب لك العيال ويعتذر كمان. قلت لها ازاي هتعملي كده؟ قالت لي خدي الموبايل واتصلي بيه ومثلي عليه انك يعني موافقة وانه هو عجبك وإنك فكرتي في الموضوع كويس. قلت لها مستحيل طبعا أعمل كده، مستحيل، ده زي أبويا مع إنه عمل فيا كل ده، بس برضه ما ينفعش ومش هقدر أقول الكلام ده.
قالت لي هو انت عايزة عيالك ولا مش عايزاهم؟ قلت لها أكيد عايزاهم. قالت لي طيب اسمعي كلامي واتصلي قوليله اللي قلتلك عليه بس وخلي الباقي عليا. أنا عملت كل اللي قالت لي عليه بالحرف، وصدق هو كل كلمة قلتها، واديته عنوان صاحبتها التانية على أساس إننا هنتقابل أنا وهو هناك، وفعلا هو إجا للعنوان اللي قالت لي عليه. وأول ما دخل وقعد شوية إحنا قدمناله العصير، وأول ما شرب العصير بدأ يعمل حركات يعني مش في سنه خالص، وهي كل حركة كان بيعملها كانت بتصورها، وهي كانت حاطاله حاجة في العصير خلاه مش داري بحاجة في الدنيا خالص. وقعدت تقوله ايه اخبار الحاجة، وهو قعد يقول في مراته كلام وحاجات يعني ما ينفعش راجل يقولها على مراته، وإنه مراته منكدة عليه. قال لها ما تجيبيليش سيرتها بلا وجع الدماغ، ومش شايف معاها غير النكد. وهو كان بيتكلم على مراته بالأسلوب ده، وكانت بتصور كل حاجة، حاجات يعني تخليه يتمنى الأرض تتشق وتبلعه. المهم بعدها تعب شوية وقعد يرتاح. تاني يوم صحى لقاني قاعدة في الصالون. قال لي انتي اتأخرتي كده ليه؟ قلت له هو عجبتك الليلة؟ قال لي ليلة ايه؟ الليلة هتكون معاكي. قلت له حاضر من عينيا. شوف كده الحاجة دي وبعدين نتكلم على الموضوع ده. المهم وريته الفيديوهات، وأول ما شافها انهار خالص، عشان هو قدام أهله يعني بيبين إنسان طيب وكويس وراجل ليه قيمة. المهم قعد يترجى فيا ويقولي إنه هو غلطان في حقي، وهيصلح كل حاجة ما بيني وما بين ابنه. قلتله بعد إيه؟ ما خلاص ما ينفعش أرجعله حتى لو هو عايز. قلتله من كل الكلام ده، قلتله قصاد الفيديو ده أنا عايزة عيالي يرجعولي. قالي هجيبهم لك إزاي؟ انتي مش عارفة حماتك دي؟ قلتله ماليش دعوة، انت اتصرف وشوف هتعمل ايه. المهم عايز الفيديو يتمسح عيالي يكونوا عندي، ومش عايز تجيب العيال كله هيعرف الحاج بيعمل ايه، يعني انت عارف. قالي خلاص اديني 3 ايام. قالي خلاص انا هنزل واشوف هعمل ايه. وبعد ما نزل من عندنا أنا اتصلت عليه قلتله عملت إيه؟ قالي خلاص ما تتصليش وأنا هشوف هعمل إيه عشان محدش يشوف رقمك ويشك في حاجة. وبعد 3 أيام لقيته جاي وجايب العيال معاه. أنا مش عارفة عملها إزاي، بس هو كان ليه كلمة على بيته، وأي حاجة كان بيقولها كانوا بيسمعوا كلامه ويقولوا حاضر. المهم جابلي العيال، وأنا ساعتها فكرت وقلت لازم أدور على شغل وأجر إن شاء الله أوضة فوق السطوح وأربي عيالي لحد ما ربنا يفرجها علينا. المهم شكرت صاحبتي اللي كانت واقفة جنبي. دورت على شغل عشان أعرف أجيب طلبات عيالي. هو فعلا أبوهم بيبعت لهم مصاريف بس مش بيكفيني مع الإيجار. وبصراحة الفضل كله بيرجع لصاحبتي عشان هي الوحيدة اللي وقفت معايا. حتى أختي من يوم ما طلعت من عندها عمرها ما اتصلت عليا ولا سألت أنا عاملة إيه أو قاعدة فين بعيالي. هو ممكن يكون جوزها منعها إنه هي تتصل بيا أو تكلمني تاني. ممكن يكون قلقان إن أنا أرجع ممكن يكون قلقان إنه أنا أرجع أقعد عندهم في البيت. بس أنا عايزة حد يسأل فيا، ومهما كان إحنا 2 إخوات وملناش إلا بعض. وأنا بشكر صاحبتي على وقفتها معايا،
حتى أختي اللي بنت أبويا وأمي ما وقفتش جنبي زيها.